صباح الفل. كتبنا امبارح وقلنا ساعات قليلة والأهل هيقابلوا بنتهم مارينا خلف. صحينا الصبح لقينا كل الكلام اختلف، لأن كانت هناك وعود من أعضاء مجلس الشعب إن هم في الطريق إلى أمن الدولة علشان استلام البنت والأهل يطمنوا على حالة بنتهم. ولكن فوجئنا النهاردة الصبح بفيديو من البنت وبتقولك المفروض الحكومة تحميني علشان هم شافوا كل الرسائل اللي بتؤكد ان انا اشهرت اسلامي بمزاجي. طالما انا عايزه بس نقول كلمه، طالما الحكومه شافت اخر مكالمات على الخط بتاعي وبتاع بيتنا والمكالمات والرسائل، ما شافوش ليه ان انا بعت ان انا اسلمت ومكلمهم مكالمات وبصوتي وبعتلهم رسائل؟ هما ظلموا ناس وياخدوا ناس هما ملهمش دعوه بيا اصلا، انا لوحدي كده. يعني الحكومة هي لازم تحميني، هما واخدين ناس وهم رايحين يشتكوا وكده. هو لازم يكون في ليا حماية، وان كل واحد بريء مني، ما فيش اي حد عمل اي حاجة ولا غصبني. وهما ما ينفعش ياخدوا اهالي الناس زي ما انا سمعت. انا سامعة كل حاجة في البلد حاصلة معاهم، وان الحكومة راحت لاهالي الولد اللي الناس بتقول عليه ان هو خدها وخدتهم علشان يتم استجوابهم، وبتأكد ان في راجل كبير هو اللي بيساعدها في كل امور حياتها، والراجل ده يعني فاعل خير بيساعدها لوجه الله. سألنا محامين النهاردة قالوا شهادة الإسلام اللي معاها تعد في تعداد التزوير، لأن البنت غير كاملة الأهلية، لأن هي تحت سن 21 سنة. الأزهر في الآونة الأخيرة امتنع عن إشهار الفتيات تحت سن 21 سنة، لأن هي بتكون غير كاملة الأهلية، وإن هي المفروض تكون تحت رعاية حد مسؤول عنها. إذن الشهادة اللي في إيديها دي إحنا لا نعترف بيها قانونا، الشهادة خاطئة. تواصلنا أيضا مع الأب ليؤكد لينا مدى صحة ذهابه امبارح لأمن الدولة، أكد إن هو ما شافهاش على الإطلاق. فهي طلبت من الحكومة إن هي تحميها وإن هي رايحة بمزاجها، ولكن الناس بتقول إن هي أيضا ممكن تكون مهددة نتيجة لقعدها هناك أو نتيجة لخطفها وما إلى ذلك، وبناء عليه بتطلع بالفيديوهات دي علشان تزيح التهمة عن اللي خدوها. وارد كمان إن البنت تكون رفضت ترجع، ولكن دور أمن الدولة، أنا بقول كل السيناريوهات المحتملة، إن هي وارد تكون رفضت، وارد تكون مجبرة إن هي تعمل الفيديوهات دي، وارد يكون إن الدنيا يعني الناس اللي خدوها برضو قلقانين. فخلينا نقول إن هي فتاة قاصر تحت 21 سنة من وجهة نظر القانون، بناء عليه إن أمن الدولة يستطيع إحضارها في لمح البصر لو هو عايز كده. احنا قلنا ان جهاز امن الدولة جهاز قوي جدا وجهاز حساس، وان هو بيساعد في رجوع الفتيات، لكن لا اعلم شيء عن جهاز الامن الوطني في سوهاج ماذا يفعل، لكن هو قادر على احضار البنت واجبارها حتى لو ما كانتش عايزة ان هي ترجع.